رغم ان الموضوع بسيط الا ان في ازواج كتير بتخش طرق تانية ممكن تكون مكلفة ومرهقة اكتر. رغم ان الموضوع ابسط من كده، المرأة بتأثرها الكلمة فعلا. بكلمة اعجاب او معاكسة بتحسسها ان انت لسه بتحبها. بكلمة شكر وتقدير ممكن تمسح اي تعب هي بتحس بيه بعد مجهود هي عملته، وتشجعها ان هي تضحي اكتر واكتر. بكلمة طبطبة ممكن تطيب بخاطرها بعد موقف سخيف هي اتعرضت له. في وسط اي خناقة ممكن تخليها تهدى بحضن وكلمتين صغننين. احيانا الزوج بيبذل مجهود كبير علشان يوفر فلوس علشان يجيب هديه غاليه لمراته علشان يرضيها، والهديه حلوه وكل حاجه وليها تاثير، بس هي في الحقيقه كانت محتاجه كلمه معلش وحقك عليا اكتر من الهديه. علشان كده معظم شكاوي الزوجات ان جوزها مش بيتكلم معاها وانه مشغول عنها وانه مش بيعرف يصالحها. الزوج بيبقى مستغرب من شكوتها وبيبقى حاسس انها مش مقدره تعبه معاها، لان الزوج مش عارف قيمه الكلمه في حياه زوجته. وعلشان كده للاسف معظم الستات اللي